هلو ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وباحسن حال. النهارده جايين نعمل مشروب الميلك تشيك الرهيب بالفراوله، حاجه كده تحفه من غير ايس كريم، بمكونات عندك في اي بيت هتعمليه وتحضريه في ثواني. ما ننساش نعمل لايك وشير ونفعل زر الجرس، ومع طبخات سس لبيب واحلى عصير ده ولا ايه. يلا بينا على الوصفه. الميلك تشيك بتاعنا عندي فراوله كده اكون مقطعاها حلوه، حوالي حبه حلوين كده، احطهم في الخلاط بتاعي. حطيت عليها بقى شويه سكر كده، كل واحد حسب التحليه بتاعته. وعندي بقى كده مكعبات التلج الظريفه اللي هتعمل لي الميلك شيك بتاع بره بالظبط. وهبدا انزل عليه بقى بسر الميلك شيك. عندي لبن يكون متلج ومجروش بالشكل ده، لبن كده يكون عندك. ابدا احط الكميه كلها، كله يكون مجروش بالشكل ده عشان يديني الايس كريم كانه ايس كريم بالظبط، حاجه كده روعه. وابدا ان انا وهنزل عليه كده بكوبايه الزبادي اللي احنا عاملينه مع بعض. ما شاء الله بصوا لسه حلو ازاي، كل شويه نعمل منه عامل زي الايس كريم والله، واحلى وافيد للاولاد. ما بياكلوش الزبادي هندخله بعصير، هنعمل منه وصفات زي الفل. واكمل بقى بقيه الخلاط بشويه ميه على لبن بالشكل ده، وابدا ان انا اخفقه مع بعض، وابدا ان انا اخفقه بالشكل ده. ضربته بالشكل ده، ابدا بقى ان انا عندي ازازه كده تكون ظريفه وحلوه، ابدا ان انا بقى اصبها فيها بالشكل ده، ونعمل احلى ميلك تشيك في الدنيا من غير ايس كريم ولا اي حاجه. مكونات سهله عندك واحلى مما يكون. لو عجبتك الوصفه مننساش نضغط لايك وشير ونفعل زر الجرس، ومع طبخات سلسله بيه، وباي باي.